السلام عليكم الإخوان، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. في هذا الفيديو الإخوان غادي نشوفوا أشنو قال داليت المدرب ديال كرواتيا على المنتخب الوطني المغربي، وكذلك الإخوان مارتينيز اللي هو المدرب ديال المنتخب البلجيكي الخصم ديالنا في المقابلة الثانية. كما طلب عليكم الإخوان ندخلوا ديريكت في التفاصيل. غادي نبداو الإخوان بالمدرب مارتينيز اللي قال المغرب يملك لاعبين مميزين فرديا مثل الزلزولي وبوفال وزياش ومدربا جديدا يقود مجموعة تريد إظهار ما لديها. وقال الإطار الإسباني في الحوار ديالو مع صحيفة دنماركا: المغرب لديه روابط كبرى مع بلجيكا أكثر مما يعتقد البعض، يضم في صفوفه 4 إلى 5 لاعبين لديهم جنسية بلجيكية، كما أنه يمتلك لاعبين ممتازين على مستوى الفرد. كمل الهضرة ديالو قال هناك لاعبون يوجدون الجانب الفردي والنزالات الثنائية مثل سفيان بوفال وحكيم زياش وعبد الصمد الزلزول. المنتخب المغربي يصل إلى المونديال بمدرب جديد ومجموعة حريصة على إظهار ما داخلها بإمكانية. خاصة الإخوان ما نتغروش بهالهضرة وما كاين غير خدمة الخدمة إن شاء الله. أما بخصوص داليش المدرب ديال الكرواتي دار في واحد التصريح مع قناة اش ار تي الكرواتية وقال سنخوض أهم مباراة في السنة ضد المغرب، يتوجب علينا إظهار قوتنا وجودتنا. المباراة الأولى ستحدد الكثير في هذه المسابقة. إخوان المنتخب الكرواتي معول على الماتش الأول يربحوا، وحنا كذلك معولين على الماتش الأول نربحوا، حيت ديما في كأس العالم سواء في المجموعات أول ماتش هو اللي كيحدد المصير ديالك كي غتمشي واش غتلعب مرتاح ولا ما غاديش تلعب مرتاح. وهنا في البيان الاحترافية ديالو قال لا أرغب في ممارسة الكثير من الضغط على اللاعبين وعلى نفسي، نريد الاستمتاع بكرة القدم ونظهر للعالم ما يمكننا القيام به. صراحة الإخوان كيجيني الماتش لكرواتيا صعب من ديال بلجيكا بزاف بزاف بزاف، حيت هو اللي غيحدد المصير ديالك في كأس العالم في دور المجموعات. ولكن إلا خسرنا ما كاينش مشكل، كيبقى الأمل جميع الحظوظ قائمة. نتمنى كل خير للمنتخب الوطني المغربي وجميع المنتخبات الأفريقية المشاركة. هذا ما كان الإخوان، تهلاو لي في راسكم فيديو جاي إن شاء الله، في أمان الله.